محمد باسو يسخر من سعيدة شرف، فهل تلجأ للقضاء؟ استغل الممثل الكوميدي محمد باسو سلسلته الجديدة سيا الكالة لتمرير مجموعة من الرسائل والتطرق للعديد من المواضيع التي تهم المغاربة بطريقة ساخرة، حيث جاء الدور على المغنية المثيرة للجدل سعيدة شرف لتكون ضمن الشخصيات التي سخر منها بطريقته الخاصة. آخر حلقات سلسلة سلكالة أثارت تفاعلاً كبيراً وسط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حديث باسو عن سعيدة شرف، ساخراً من غنائها في السهرات والتظاهرات الفنية مجاناً، قائلاً: راه سعيدة شرف خدامة غير فابور حباً في الوطن ودكشي. وتداول نشطاء الفضاء الأزرق فيديو يوثق لسخرية باسو من سعيدة شرف، حيث سخروا في تعليقاتهم من هذه الأخيرة، معتبرين أنها ستجر صاحب السي الكالة للقضاء بسبب السلسلة. وأشاد عشرات النشطاء المغاربة بالعمل الذي عاد به باسو، معتبرين أن الأخير تطرق لمواضيع حساسة لم يسبق للعديد من فناني جيله الحديث عنها، مشددين على أن باسو وجه رسائل مهمة وكلاشات واضحة للمسؤولين. يشار إلى أن باسو غاب هذه السنة عن السباق الرمضاني، إلا أنه فرض وجوده بالسلسلة الهزلية واستطاع المنافسة بها على يوتيوب.